حد شايفني. على جوع اخر الليل ده. كيكه 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 كيكه. كيكه بسكوت بسكوت. طبعا كلنا بيجي علينا اليوم او كل يوم تقريبا في الشتاء بنبقى بيجيلنا كده جوه اخر الليل، طبعا كلنا عارفينه، وعايزين نعمل حاجه سهله وسريعه بس برضو تشبعنا في نفس الوقت، ونعمل حاجه لينا لوحدنا بس محدش يشاركنا فيها، يعني حاجه كده على قدنا بس. تعالوا نشوف الوجبه اللي احنا عملناها ايه، تنفع غدا وعشاء، ممكن فطار لو عايزين براحتكم. تعالوا نشوف الطريقه، استنوني. كوكينا أكلتك علينا. تعالوا بقى نشوف عملنا الطاجن بتاع جوه اخر الليل ده ازاي، الامور العسول الكيوت ده. بس قبل ما نبدأ في الطريقة كالعادة يلا نعمل ايه، يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا اول حاجة هنا بقى انا جبت طاسة وحطيتها على النار، وجبت معلقة كبيرة زبدة و2 معلقة كبيرة من الزيت، تمام. وبعد كده بقى اول ما سخن جامد جدا حطيت معلقة ونص كبيرة من الدقيق. خلاص هفضل بقى اقلب فيهم كده بسرعة عشان ما يكلكعش مني لحد لما يبقى لونه ذهبي. خلاص بصوا بقى، معلش هو يعني غمق مني شوية عشان بس السخان الكهرباء كان عالي شوية، انتوا بقى فتحوه شوية عشان ما يبقاش طعمه متغير. جبت هنا بقى كوباية من اللبن، هي باردة عادية، وفضلت بقى احطها بالتدريج، وفضلت برضو اقلب ما سبتش ايدي خالص علشان ما يكلكعش معايا لحد لما بصوا خلاص كده اهو ابتدى يعمل فقاقيع كده ويغلي، وحسيت خلاص ان الدقيق خلاص استوى. بصوا هيعمل فقاعة 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 بالشكل ده كده، يبقى تمام الدقيق استوى. هنحط بقى دلوقتي ايه شوية من الملح، وهنحط كمان شوية من الفلفل الاسود. في بيحطوا على فكرة يا جماعة فلفل ابيض كده عشان ما يبانش، بس انا بحب برضو ده، بحس شكله احلى. هنا بقى حطيت جبنة شيدر مبشورة حبة كده شوية، حبة صغيرين عشان تمط معايا وتبقى حلوة. وحطيت كمان بقى شوية من الجبنة الرومي او التركي المبشورة. طبعا في المرحلة دي ممكن ما تحطهاش خالص، يعني ممكن ما تحطش اي حاجة، وممكن تحطوا جبنة مثلثات او موتزاريلا، بس انا بحب الافضل يعني احط الميكس الجبن ده على بعض عشان يعمل مطة ويبقى ليه طعم. الموتزاريلا ساعات مش بيبقى ليها طعم قوي. وقلبتهم كده لحد لما ساحوا، وجبت بقى كوبايه مكرونه مسلوقه وسلقتها، يعني عيرت كده كوبايه بتاعت شاي وسلقتها عشان طبعا انا هاكلها لوحدي ماليش دعوه بحد. عايزين بقى تضاعفوا كميه الحاجات دي كلها ضعفوها عشان تعملوا 2 طاجن. وقلبتها بقى بالشكل ده، حطيتها بالتدريج وفضلت اقلب لحد لما خلصت الكميه كلها. انتوا عايزين على فكره تزودوا البشاميل عشان تخفوها شويه او تزودوها زودوها. هنا بقى ابتديت اجيب طاجن وحطيت او ممكن اي حاجه ينفع تخش الفرن، وحطيت اول طبقه من المكرونه او طبقتين كده يعني. حاولت انصصهم على قد ما اقدر وبططتها شويه. هنا بقى كان عندي بواقي شاورمه فراخ، عايزه اقول لكم كان طعمها حلو قوي لان كنت عاملاها بريحه الفحم. هبقى انزلها لكم ان شاء الله الطريقه بعد كده. ممكن طبعا تحطوا اي بواقي عندكم، لحمه مفرومه، ميكس جبن، بسطرمه، خضار، ممكن ما تحطوش اي حاجه خالص هتبقى حلوه برضو. ممكن يا جماعه برضو ما تعملوش الطريقه. لا طبعا اعملوها اياك ما حدش يعملها. حطيت بقى الفراخ، وحطيت طبقه يعني رشه بس من الشيدر، وهحط بقى باقي الكميه بتاعه المكرونه وهو بالشكل ده. هحط بقى تاني رشة من الشيدر المبشورة، وهحط برضو رشة من الايه، من التركي. وبعد كده بقى هدخلها الفرن، هتاخد بس كده لون من تحت. لا يعني قصدي هنشفها من تحت، وهشغل الفرن من تحت، وبعد كده هشغل الشواية لحد لما تاخد لون بالشكل ده. وما حطيتش على فكرة بيض ولا اي حاجة، وخدت لون جميل وزي الفل. اهي بص شكلها من جوه طعمها حلو جدا. دي يا جماعه اللي هتنفع معانا بتاع جوع اخر الليل، احنا مش بتوع جبنه والكلام الفارغ ده. مش هتشبعنا يا جماعه، مش هتملي بطننا في الشتاء بالذات. يا رب كده ايه تكون الطريقه عجبتكم. يلا بقى نشوف الختام. كده تكون خلصت وجبتنا، يا رب تكون الوجبه عجبتكم، واكون كنت خفيفه على قلبكم.
تعالوا كلوا معايا. وبتمنى تجربوها وتقولوا رأيكم. كانت معكم إيمان مجدي من قناة كوكينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.